السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة الدرس الثامن في دبلومة كانفا بالعربي، وهنتعلم مع بعض ازاي نعمل تصميم التيشيرت ده بالخطوات. يا ريت تعمل لايك للفيديو عشان يوصل لغيرك، ولو انت مش متابع عندي في القناة يا ريت تعمل سبسكرايب عشان يوصلك كل جديد بنزله لو انت مهتم بالمحتوى ده. ويلا نبدأ مع بعض ونشوف الخطوات بتاعتنا ايه بالظبط. وكالعادة بتفتح كانفا وبتعمل كرييت ا ديزاين، وبعدها من هنا بتختار تيشيرت، ومن هنا انا هبدأ التصميم بتاعي زي ما اتفقنا بالاليمنتس، وهاجي هنا وهختار جرافيكس وهعمل سي اول. التصميم بتاعي عن سانتا عشان ده معمول للكريسماس، فهدور هنا عن سانتا كلوز، وهستخدم الشكل ده عشان عاجبني وعشان فري وكلكم تقدروا تستخدموه معايا. وبعد ما ضغطت عليه جاني هنا في التمبلت، هضغط على الت وهبتدي ان انا اصغره بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طيب ليه صغرته؟ علشان يبقى فيه مساحة اكتب حوالين منه الكلام واستخدم اشكال اللي انا عايزها. طيب دلوقتي ايه المطلوب بعد ما انا اخترت الشكل؟ انا عايز احط له خلفية تكون رقيقة زي الشكل ده بالظبط، والخلفية اللي انا عايز استخدمها هتكون على شكل دايرة. فهاجي هنا وهكتب سيركل، هيطلع لي اشكال كتير جدا ممكن اقعد اسكرول داون فيها لحد ما الاقي الشكل المناسب. وفي الحالة دي انا عجبني الدايرة المخططة دي فهختارها. دلوقتي الدايرة دخلت في التمبلت بتاعتي وطلعت فوق سانتا، فده حاجة انا مش عاجبها. فهاجي هنا هعمل رايت كليك وهعمل send to back. كده الشكل بقى احسن بكتير. هتأكد ان هي متوسطنة مع سانتا بالشكل ده. ابتدي ان انا اغير اللون بتاعها. اللون هنا انا هحاول استخدمه يكون مشابه للالوان اللي سانتا موجود فيها، وهنا انا هبتدي اغير اللون علشان يبقى لون مشابه لالوان سانتا. وهضغط هنا على الكالر زي ما اتفقنا وهختار اللون اللي انا عايزه. في حالتنا دي انا كان عاجبني الكالر كود ده، وزي ما انت شايف الموضوع بقى شكله احسن. هنا هحتاج اكبر سانتا حاجة بسيطة زي ما انتم شايفين، بحيث ان ايده تكون واصلة للبوردرز بتاعت الدايرة شوية. بعد كده هحب ان انا استخدم خلفية تانية ورا الخلفية بتاعتي دي علشان تديني ايحاء بالشكل البهتان اللي هنا اللي هو على لبس سانتا. وهنا ممكن اختار الدايرة دي اللي هي كانت قريبة جدا من الشكل اللي انا اخترته، وهضغط عليها هنا واجيبها في التمبلت. وبعد ما جبتها هبتدي اظبط حجمها الاول، بعد كده اعمل لها send to back عشان تبقى ورا خالص، ورا الدايرة اللي انا اخترتها في الاول بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هتلاقي ان الدايرة دي مش متفقة مع دي في الراوندنس بتاعها، فهتبتدي انك تحرك الدايرة اللي ورا بحيث تحسسني ان الدايرة اللي قدامها في نصها بالظبط. وزي ما انت شايف الشكل دلوقتي بقى عشوائي شوية ومبقاش عبارة عن دايرة واحدة بس موجودة ورا سانتا. فعايزين نظبط حجم سانتا شوية، نكبره بالشكل اللي انت شايفه ده. وعند المرحلة دي انا خلصت الشكل وخلصت الخلفية اللي انا عايز يكون موجود عليها الشكل ده. في شوية عناصر تانية عايزين نضيفها للتصميم زي الهدايا وزي النص. علشان نضيف هدايا هنيجي هنا ونكتب جيفت. في هدايا كتير جدا بس انا هختار الشكل ده علشان هو فور فري وكلكم تقدروا تنفذوه معايا، وهنضغط عليه فهنجيبه في التمبلت. وبعد ما جات لي الجيفت دي هبتدي ان انا اتحكم في حجمها شوية، اجيبها اعملها send to backward. مش هنعملها send to back، لا مش عايزها ورا الخلفية، انا عايزها ما بين الخلفية وما بين سانتا. هعمل لها send to back مرة واحدة بس عشان بس اجيبها ورا سانتا بالشكل اللي انت شايفه ده. بالنسبة للالوان بتاعت الجيفت بوكس هنا عجباني لان هي related already مع سانتا، فانا مش محتاج اغيرها بس محتاج اخد كوبي. فهضغط على alt shift واحرك الجيفت وهو كده اخد لي منها كوبي. هبتدي أصغرها واستخدم نسخة منها مطابقة ولكن بألوان مختلفة علشان أنا عايز أخلي عدد الجيفتس أكتر. وهاخد النسخة دي أعملها زي ما اتفقنا send to backward عشان أرجعها ورا دي، فأدي للناس إيحاء إن هما 2 جيفتس ورا بعض. وبالنسبة لألوان الجيفت دي فأنا هحبها تكون فاتحة زي لون الدايرة المخططة اللي ورا سانتا. فهبتدي اضغط على اللون ده واعمل نفس اللون اللي انا اخترته للدايرة فيه. وهنيجي هنا للون البوكس وهضغط عليه وهخليه اغمق شوية من لون الراب اللي موجود حوالين البوكس ده. فهختار الدرجة الاغمق من اللي انا اخترتها. انا اخترت دي للراب، هختار دي للبوكس وهيبقى الشكل كده. وهاجي هنا للبوردرز اللي هي الشكل الخطي اللي موجود في البوكس ده، وهحتاج ان انا اخليه غامق بس مش للدرجة دي. فهحتاج افتحه شوية بحيث ما يكونش prominent قوي زي ما هو موجود بالشكل ده. وبكده انا خلصت الاتنين بوكسز بتوعي، والمطلوب دلوقتي ان انا هاخد نسخة منهم واعمل لهم فليب للناحية التانية بحيث يبقى هنا في 2 بوكسز وهنا كمان يبقى في 2 بوكسز. فكل اللي عليك انك هتاخد تضغط على Alt Shift
وتبتدي تحرك البوكس بتاعك بالشكل اللي انت شايفه ده. راعي ان الحاجات تبقى شبيهة ببعض، يعني بص المسافة اللي هنا بين رجل سانتا وبين البوكس، وحاول انك تطابقها نفس المسافة هنا عند الرجل دي، وتأكد ان كل حاجة على نفس المستوى. البوكس ده على نفس بوكس، يعني نفس الخط، الاتنين بيبتدوا من عنده بينتهوا من فوق من عنده. نفس الكلام هنا، هتاخد Alt Shift عشان محتفظ بنفس الترتيب بتاع اللايرز. وخلي دايما عندك دليل. بص هنا البوكس بادئ من فين؟ من عند ايد سانتا، وابتدي اعمل نفس الكلام في الناحية التانية، ان هو يبتدي من عند نفس الحتة بالظبط. فبكده انت تقدر تكون متأكد انك وسطنت الحاجات بالشكل اللي انت شايفه ده. وبكده انا بالنسبة لي سانتا واقف وحاطط ايده على البوكسز بتاعت الهدايا، ووراه خلفية شبه عشوائية وغير منتظمة علشان تبقى لايقة على الباترن بتاع الشكل والديزاين بتاعه بالظبط. المطلوب دلوقتي هو إضافة النص، وحاول لما تيجي تضيف نص ضيف الفونت يكون من نفس روح التصميم. بمعنى سانتا هنا بهتان، فأنا محتاج نص يكون الفونت بتاعه فيه بهتان أو فيه تقشير بسيط علشان يبقى لايق على التصميم. وفي الحالة بتاعتنا أنا هستخدم فونت اسمه جاجلين، أنا عارفه لأن هو في نفس الحاجات اللي أنا بدور عليها للتصميم ده. فكل اللي عليك إنك هتروح على التكست هنا وهتعمل add a text box. التكست بتاعنا هنا هيكون فوق سانتا، وهكتبها كلها كابيتال لان انا محتاجها كلها تكون upper case. ممكن تكتبها من هنا كابيتال او تختار من هنا تفعل الابر كيس. في حالتي هنا انا كتبتها كلها كابيتال لان انا عارف انا عايز ايه بالظبط. وهاجي هنا اوسطنها وهكبر حجمها شويه، اخليه 159 او نقول 160 مثلا، وهختار الفونت بتاعي اللي هو جاجا. هتكتب جاجا هتلاقي جاجا اللي طلع لك على طول هنا، هو ده الفونت اللي انا عايزه. لو عملت زوم ان شويه هتلاقي ان الفونت هنا ديرتي او مش كلين شويه، مقشر، واخد نفس طابع الخلفيه هنا، واخد نفس طابع الهدوم بتاعت سانتا اللي هنا. فده كده هيكون شكله كويس جدا. بس طبعا اللون مش عاجبني، فهبتدي ان انا اغير اللون بتاعه علشان يبقى ماتشنج مع التصميم بتاعي. هنا انا عايز استخدم اللون في اورنج عشان اللون ده هيبقى شكله جميل جدا على التصميم. فانا هختار add new color، هاجي هنا في الاورنجات كده واروح جاي مقلب بالكالر ويل بتاعتي لغايه ما اوصل للدرجه اللي عجباني، وهتكون هي دي الدرجه اللي عجباني. وبعد ما كتبت الفونت واخترت اللون بتاعي، هختار ان انا apply some effects عليه، زي ان انا عايزه يكون curved وعايزه يكون فيه letter spacing كبير. هبتدي الاول بالletter spacing وهخلي الليتر سبيسنج بتاعي على الماكسيمم. هتلاقي ان الموضوع بقى عامل كده. طب انا مش عايز الحرف ده يكون نازل تحت، هتبتدي توسع الحجم بتاع التمبلت بتاعت الفونت. طيب كده التكست بقى واخد مساحة عرضية كبيرة جدا، فهتحتاج انك تيجي هنا في الافكتس وتروح عامل كيرف. الدرجة بتاعة الكيرفينج لازم تتأكد ان هي تكون لفة حوالين الدايرة دي اللي هي البوردر الخارجي، يكون التكست لافف حواليها بشكل يعني شبه منتظم، لان الدايرة اللي بره مش منتظمة قوي، فيعني بس حاول قدر المستطاع، والشكل ده هيكون مناسب جدا. وهنا علشان الحروف لزقت في الشكل فهحتاج ان انا افرقها شوية بان انا ابتدي اعمل لها بوردر او ستروك بلغة اخرى. وهنا عشان الفونت مش منتظم فهتلاقوا ان الستروك بتاعه شكله جميل جدا ومش منتظم، فهيحسسك ان ايه ان هو جزء من التصميم. انا هنا عملت بوردر ممكن ازوده او اقلله زي ما انا عايز. هنا بتتحكم فيه من الويل دي بالشكل اللي انت شايفه ده. وبعد ما كتبت التكست ده مطلوب منك تمسك الخلفية اللي ورا خالص اللي احنا عملناه في الاول وتكبرها لحد ما توصل لتقريبا 3/4 التكست ده، علشان تتأكد ان كل العناصر اندمجت مع بعض وبقت كأنها حاجة واحدة زي ما انت شايف كده. المسافات ما بين الحروف كبيرة جدا، فانا هحتاج استخدم فيها عنصر جديد واللي هو الدايرة. فهتيجي تاني للإليمنتس تضغط عليها هنا، وهتروح هنا المرة دي للشيبس. لو انت مش لاقي السيركل موجودة قدامك على طول هتضغط على سي اول. بعد كده هتلاقي هنا في الشيبس سيركل هتضغط عليه. هتاخد السيركل دي وتبتدي انك تحركها. المطلوب منك انك تمسك الت وتبتدي انك تصغرها لحد ما تبقى في حجم مناسب زي اللي انت شايفه ده. وتأكد دايما ان السيركل بتاعتك هي قدام خالص، لان كده التكست قدامها وانت مش هتعرف تتحكم فيها. فعشان تمسك لاير ورا لاير هتضغط على كنترول وتضغط
ضغطتين هتلاقي نفسك اخترت اللاير اللي انت عايز تتحكم فيها. هتضغط هنا على position وهتعمل to front، فانت كده اللاير دي بقت موجودة وبعدها موجود التكست عشان تعرف تتحكم فيها بسهولة من غير ما تمسك كل شوية تكست بالغلط. بالنسبة للون فأنا هختار اللون الأغمق شوية اللي هي الدرجة دي. هبتدي إن أنا آخد كوبي من نفس الدايرة وأحطها ما بين كل حرفين بالشكل اللي أنت شايفه ده، وحاول إنك توسطن الموضوع بعينك، لأن هو بشكل كبير معتمد على عينك هنا، لأن الأشكال نوعا ما مش منتظمة. بالشكل اللي انت شايفه ده بقت كلمة سانتا. وهاجي هنا عند البق الكيوت الصغنن ده عايز أكتب هو 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 اللي هي الكلمة المميزة بتاعت سانتا، هستخدم نفس الفونت ده، هو فونت واحد هنستخدمه في التصميم كله. هاجي هنا وهعمل add a text box وهكتب فيه، هاجي هنا وهعمل add a text box وهكتب فيه هو هو هو. طبعا انت مش شايفها لان هي صغيرة، بس انا هحتاج ان انا اكبرها علشان محتاجينها أكبر شوية وعايزينها upper case، فهفعل المرة دي upper case عشان أبقى استخدمتها قدامكم. نفس الفونت بتاعنا، فهختار هنا جاجلين زي ما هو، وبالتالي أنا كده كتبت الكلمة اللي أنا عايزها. بالنسبة للألوان هنعمل زوم إن شوية. أنا عايز الكلمة، عايز أتخيلها إن هي لفة حوالين بقه، فهاجي هنا في الإفكتس. طبعا الكيرفنج بتاعك خد بالك أنت كده كيرف بوزيتيف، فالكلمة بتلف بالشكل اللي أنت شايفه. لو أنت حركت هنا للناحية التانية هتلاقيها بتلف في عكس الاتجاه. حاول ان انت تحركها بالشكل ده، توسطنها، تخلي المسافة دي متساوية على كل اتجاهات الكلمة زي ما انت شايف كده. وبالنسبة للألوان أنا هحتاج ألونها بلونين، هحتاج الكلمة الأولى والأخيرة بلون واللي في النص بلون. فهتسلكت الكلمة كلها هنا، أول جزء منها هتختار له مثلا اللون ده، وآخر جزء منها هتختار له اللون ده، وهتيجي على الجزء اللي في النص هنختار لون أغمق شوية اللي هو اللون الأحمر. هتكون الكلمة بالشكل اللي انت شايفها ده. وآخر حاجة خالص ان احنا هنعمل زوم ان على الكلمة، عايزين نزود شوية letter spacing علشان الكلمة تبقى سهلة في القراية من بعيد بالشكل ده. كده انت خلصت الجزء اللي فوق عندك في التصميم وخلصت الكلمة، وفاضل لك بس انك تكتب بقية الكلام بتاعك موجود هنا تحت. والكلمة اللي موجودة عندي تحت هنا اسمها more cheers، وهاخد كلمة cheers اللي هي هتكون بنفس حجم الكلمة دي، فمش محتاج ان انا اعملها من اول جديد. ممكن تضغط على alt shift وتاخد نسخة من الكلمة اللي فوق وتيجي في الافكتس هنا. انا مش عايزها تكون curved فهعمل none، فالكلمة هترجع عدلة تاني. وبدل سانتا هكتب cheers. واللتر spacing الضخم ده انا مش محتاجه دلوقتي، فهبتدي ان انا اقلله بالشكل اللي انت شايفه ده، وهزود هنا علامة تعجب كمان. وبالنسبة للون بتاع كلمة cheers انا عايزه يكون بالاحمر بتاع الطاقية ده اللي احنا اوريدي اخترناه هنا. اللون ده مميز جدا، انما مكانها عايزين نتكلم فيه شوية ان احنا نخليه هنا، لان عايز اسيب مسافة اكتب فيها كلمة مور هنا من غير ما اغطي على سانتا كله، فالمكان ده هيكون كويس جدا. وهنيجي هنا عايزين نكتب كلمة مور، فهتضغط على alt shift وتاخد نسخة من هنا. هتحتاج انك تصغرها، انك تخليها مثلا مساحتها 85. الحجم ده ممتاز جدا. هتحتاج تغير لونها، هتحتاج اللون بتاعك يكون اعتقد اللون ده هيكون ممتاز جدا. هتيجي هنا هتكتب كلمة مور. طيب هنا بالنسبة لمور أنا عايزك تزود شوية البوردر بتاع الكلمة، عايزين نزود السيكنس بتاعه شوية زي ما انت شايف، علشان شايف الستروك العشوائي ده داخل على التصميم عامل دمج ما بين النص اللي تحت والشكل، علشان اخلي الاتنين دول حتة واحدة، علشان لما احركهم سوا عايز اخليهم جروب. وبعد ما زودت الستروك بتاع كلمة مور شايف الشكل العشوائي اللي بقى داخل في الشكل، فعامل دمج ما بين النص اللي تحت وبين الشكل اللي فوق علشان يبان كله تصميم واحد زي ما انت شايف، من غير ما احس ان انا حطيت الحاجات على بعض. وبالشكل ده انت خلصت تصميمك، وتقدر انك تخليه جروب واحد وتقدر تحركه وتوسطنه في قلب التمبلت بتاعتك. بعد كده بتضغط على شير عشان تطلعه. لو انت بتشير التصميم ده مع عميل عندك وعايز تسلمه السورس بعد ما يدفع لك فلوسه، فهتيجي هنا على collaboration
link هتعمل anyone with link can edit، ده تسليم العميل. لو انت عايزه بس يشوف التصميم بتاعك فهتعمل view، لو عايزه يديلك feedback يقدر يكتب لك comments على التصميم وانت تعدله. لو انت شغال في مشروع مثلا مع عميل ومفيش اي بلاتفورم تتكلموا عليه كفيدباك واضح، ممكن تخليه يكتب لك كمان هنا comments على الكانفا. هنا في الحالة بتاعتنا احنا مش هنطلعه كلينك، احنا هنعمل داونلود. فهنا انت بتختار داونلود، بعد كده اتأكد ان انت اخترت transparent background. خد بالك ان دي خاصية للبرو، فالناس لازم تشترك في البرو علشان بيفتح لك حاجات كتير جدا هتستخدمها قدام، وهيساعدك كمان بالتمبلتس اللي موجودة في كل انواع مجالات الجرافيكس والفونتات البريميوم والايكونز وكل حاجة، والتكلفة بتاعته بسيطة جدا ومش غالي. بالنسبة للمقاس فاحنا هنا بنستخدم 2.75 مينيمم، لو تقدر تجيبها على الاخر اهلا وسهلا، لو انت مش هتقدر خليك في 2.75. انت هنا في نطاق من 14 ل 18 انش، وده مناسب جدا للطباعة بتاعتك وهيكون حجمه بسيط. احنا هنا هنطبع التصميم فهنحتاج صيغة ال PNG. لو انت هتسلم التصميم ده للعميل فهتحتاج صيغة ال SVG. الصيغة دي فيكتور وإيديتابل، الصيغة دي مش فيكتور ومش إيديتابل، هي للاستخدام المباشر، بمعنى انت هتطبعه او هتحطه على تيشرت، فانت مش محتاج ان الطبعة تكون إيديتابل عند البرينتر علشان محدش يسرقها، فانت بتستخدم ال PNG. وهتيجي هنا وتعمل داونلود وتبتدي انك تقدر تعمل لها ابلود على مواقع بيع التصميمات، او تديها للعميل بتاعك على موك اب مثلا على تيشرت عشان توريها له يوافق عليها. بعد كده تقدر انك تديله ال SVG او تديله اللينك بتاع كانفا. اتمنى تكونوا استفدتوا، ولو انت مهتم ما تنساش انك تعمل سبسكرايب وتتابع الدبلومة عشان بنزل فيها محتوى كل يوم. شكرا واشوفكم في فيديوهات جاية ان شاء الله.